فين شيكوبانزا؟ فين بيزيرا؟ فين عبد الله السعيد؟ فين اللعيبه دي؟ ازيكم؟ اهلا بيكم عايش. يوم 21 ان شاء الله هيبدا الدوري المصري، والسؤال هنا فين لعيبه الزمالك؟ الزمالك في ازمه كبيره، في ازمه كبيره. فين مجلس الاداره؟ الله اعلم. وازمات الزمالك اللي لا حصر لها. الاهلي هيسافر النهارده ان شاء الله هو لعيبته على برشلونه. تابعونا وما تبخلوش علينا باللايك والسبسكرايب. يلا بينا. اهلا بيكم عايش. بعد العك والفك اللي حصل واللي احنا بنشوفه، حاجه بصراحه يعني لعيبه بتتدلع ولعيبه ما بتجيش ولعيبه بتتمنى تاخد الفلوس ديت. بزيرا هرب، شيكوبانزا ما بيردش، وعبد الله مش لاقيين. ويا نهار ابيض يا نهار ابيض. والزمالك اتخرب بيته وبيب بيب تاني. فينك يا عم لبيب؟ بعد الازمات اللي احنا شفناها في الزمالك طبعا، وشيكوبانزا وبزيرا وعبد الله السعيد وبيع حسام عبد المجيد. وانا مش عارف الزمالك هيلعب بأنهي لعيبه بصراحه. وداخل على بطولات، داخل على الدوري، وداخل على دوري الابطال، وداخل على الكاس. هتلعب بالناشئين؟ انا مش عارف. الاداره بتاعت نادي الزمالك تخبط غير طبيعي. الفريق اللي داخل على الدوري ده وداخل على البطولات ديت هيلعب ازاي من غير الخمس نجوم بتوعه اللي هم يعتبر اهم نجوم في الزمالك دلوقتي في الوقت الحالي؟ بغض النظر عن طبعا بقيه الفريق واللعيبه المحترمه اللي موجوده وحضرت التمرين وحافظت على التمرين بتاعها واللي احنا بنشيد بيها بصراحه. اما بالنسبه للكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، احنا بندعي لك والله يا كابتن، الله يعينك. انت في موقف صعب لا تحسد عليه، واحنا من هنا بنشكر يا جمهور الزمالك. الزمالك بيروح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.